أعلن مجلس الطلبة بجامعة البحرين قرب انطلاق النسخة الثالثة من الملتقى الجامعي الخليجي تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2014، وذلك في اللقاء التعريفي بالملتقى بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور أسامة الجودر. العمل التطوعي هي واحدة من الأشياء التعليمية اللي احنا نحاول نرسخها في ذهن الطالب حتى في نشاطات الصفية، لأن العمل التطوعي يعني له دور كبير في بناء المجتمع، وخدمة المجتمع هو جزء في صلب العمل التطوعي. طبعا لنا رؤية ورسالة حق هالملتقى اللي هي الوصول للمجتمع للاكتفاء بذاته وطاقاته، ذلك عن طريق زيادة عدد الساعات تقضيها الفرد وخدمة المجتمع. وتأتي النسخة الثالثة من الملتقى تحت شعار طموحات شبابية نهضة مجتمعية، حيث يناقش الملتقى خدمة المجتمع بقصد الوصول بالمجتمع للاكتفاء بذاته وطاقته، وذلك بزيادة عدد الساعات التي يقضيها الفرد في خدمة المجتمع. الهدف الأول من الملتقى هو أو اللقاء التعريفي اللي أقمناه اليوم تعريف طلبة جامعة البحرين بالملتقى الخليجي الطلابي الثالث أو الملتقى الجامعي الخليجي الثالث، وهي بداية وانطلاقة لهذا الملتقى. احنا في هذا الملتقى بإذن الله راح نحاول ان احنا نسهل الموضوع على الطلبة، نفهمهم شنو قيمة العمل الطلابي، شنو قيمة خدمة المجتمع، كيف ممكن الواحد انه يعني يطرح أفكاره على أرض الواقع.